21 أيلول 2025 انعقد الكونفرنس النسائي في مدينة الحسكة برعاية مؤتمر ستار وتجمع نساء سنوبيا، وبمشاركة أكثر من 600 امرأة كعضوة من مختلف المكونات القومية والدينية والاجتماعية حضوريا وعبر أونلاين. انعقد هذا الكونفرنس في لحظة مفصلية تمر بها سوريا والمنطقة. احتضن الكونفرنس تنوع النساء السوريات عربا، كردا، سوريانا، ارمنا، اشوريا، ايزيديا، درزيا، علويا، شركسا، ومن مختلف الديانات والانتماءات، ليؤكدن ان قوة المرأة تكمن في وحدتها، وان اصواتها المتعددة تنسجم في نداء واحد تحت شعار التحالف النسائي اساس لبناء العدالة والديمقراطية في سوريا لا مركزية موحدة. من هذا المنطلق جاء الكونفرنس كمساحة جامعة للنقاش والحوار والتحالف لرسم معالم سوريا جديدة تكون للمرأة فيها القيادة والموقع المحوري. لقد مثل انعقاده محطة تاريخية تؤكد أن المرأة التي عانت لعقود طويلة من التهميش والإقصاء قادرة اليوم على تحويل آلامها إلى قوة خلاقة، وأن تجعل من صمودها طاقة جمعية لإعادة صياغة مستقبل يقوم على الحرية والعدالة والمساواة. لقد قدمت النساء تضحيات جسيمة في مسيرة الثورة، غير أنهن ما زلن يتعرضن للإقصاء الممنهج والاستهداف المباشر، ولا تزال ترتكب بحقهن انتهاكات خطيرة، فقد استشهدت الكثيرات وتعرضت الآخرات للاغتصاب، ولا يزال المصير العديد من المختطفات مجهولا حتى يومنا هذا. إن هذه القضايا العميقة والمصيرية لا تخص نساء سوريا وحدهن، بل هي قضية نسائية عابرة للحدود تلقي بظلالها على الأقاليم والعالم بأسره. ناقشت المشاركات قضايا النساء في أبعادها المتعددة، حيث جرى التأكيد على دور المرأة في مواجهة الحروب والإرهاب عبر تعزيز الوعي والتنظيم المجتمعي وأدوات الحماية الذاتية، وعلى أن التنوع القومي والديني يشكل ثورة وطنية وأساساً لبناء المجتمع الديمقراطي متماسك. كما ركزنا على أهمية التحالفات النسائية وصياغة رؤية مشتركة تعزز موقع المرأة وتضمن مشاركتها الفعالة في أي مشروع سياسي أو دستور قادم. التوصيات والمخرجات. أولاً، الدعوة إلى عقد مؤتمر نسائي وطني شامل يشكل منبراً جامعاً للنساء السوريات من مختلف المكونات بهدف بلورة رؤية مشتركة حول مستقبل سوريا وصياغة أسس دستورية تكفل المساواة التامة وضمان حقوق المرأة مع حماية وتطوير المكتسبات التي تحققت خلال الثورة. ثانياً، النضال من أجل بناء سوريا تعددية لا مركزية ديمقراطية تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وتكفل المساواة التامة بين جميع المكونات القومية والدينية. ثالثاً، المطالبة بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت بما يضمن حقوق المرأة والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية. رابعاً، رفض النسبة المحدودة ب 20% كمشاركة للنساء في الانتخابات والتأكيد على أن هذه النسبة مجحفة ولا تعبر عن حجم ودور المرأة في المجتمع، والمطالبة بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 50% في جميع الاستحقاقات الانتخابية والمناصب القيادية، بما يرسخ مبدأ الاشتراك الحقيقية والمساواة التامة في صنع القرار. خامساً، اعتبار المكتسبات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا مكسباً نسائياً ووطنياً عاماً، والعمل على ترسيخها وتعميمها لتصبح أرثاً مشتركاً لجميع نساء سوريا. سادساً، إطلاق حملة نسائية واسعة داخل سوريا وخارجها لضغط من أجل بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تعددية قائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية. سابعاً، تعزيز التحالف النسائي السوري عبر بناء شبكة وطنية من أجل توحيد نضالات المرأة السورية على كامل الجغرافيا السورية، بما تربط النساء من مختلف المكونات لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء. ثامناً، توحيد نضال النساء من أجل تنظيم صفوفهن وبناء قوة مجتمعية فاعلة تعمل على تأسيس مجتمع ديمقراطي أخلاقي وأيكولوجي يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن حرية المرأة هي الركيزة التي تبنى عليها حرية المجتمع بأسره. تاسعاً، تكريس المشاركة السياسية للنساء عبر تمثيل عادل وفعلي في المؤسسات الإدارية والحكومية والمجالس المحلية. عاشراً، مشاركة المرأة في تعزيز الثقة المجتمعية وترسيخ السلم الأهلي
والمساهمة الفعالة في بناء السلام ونبذ خطاب العنف والكراهية. 11 إرساء أدوات الحماية الذاتية للنساء من خلال التوعية والتعليم والتدريب ومبادرات مجتمعية ضد كافة أشكال العنف. 12 اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية النساء السياسيات والقياديات والناشطات من حملات الإعلامية الممنهجة بما في ذلك التوعية المناصرة لدعم والدعم القانوني وتعزيز المنصات الإعلام البديل لرفع صوتهن بأمان. 13 إبراز قيمة التنوع القومي والديني كقوة مجتمعية تعزز التعايش والتضامن وتدعم العدالة الاجتماعية. 14 تطوير برامج اقتصادية واجتماعية موجهة للنساء لتمكينهن من الاعتماد على الذات والمشاركة في إعادة بناء المجتمع. 15 دور المرأة في العدالة الانتقالية، ضمان مشاركتها الفاعلة في عمليات كشف الحقيقة والمساءلة والتعويض والمصالحة الوطنية بما يمنع تكرار الانتهاكات ويعزز العدالة الاجتماعية. 16 التأكيد على أهمية العودة الآمنة للنازحين من مناطق عفرين، سريكانية، جريس بيت الأبيض إلى ديارهم مع ضمان حقوقهم وحماية أمنهم واستقرارهم. 17 دعم قوات حماية المرأة والتأكيد على دور ومكانة قوات حماية المرأة يمجا كركيزة أساسية في حماية المرأة والمجتمع ودعمهم في كل جهود المشاركة السياسية والاجتماعية باعتبارها نموذجا حيا لتمكين النساء في مواجهة الحروب والعنف. 18 تعزيز النضال النسائي في سوريا من خلال التواصل والتعاون مع الحركات النسائية العالمية لتبديل الخبرات وإيصال الصوت للمرأة السورية كجزء فاعل من النضال الأممي من أجل حقوق النساء. بهذه المخرجات أعلن الكونفرنس أن النساء السوريات مصممات على أن يكون المرجعية الحقيقية في رسم المستقبل البلاد، وأن التحالف النسائي العابر للهويات الضيقة هو الطريق إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية تعددية حرة وعادلة. اللجنة التحضيرية للكونفرنس حسكي 20/9/2025. جنجيان آزادي.